علاقة ناس مصر بالفول مش علاقة بأكلة، دي علاقة بواحد منهم. الفول هو أكتر حاجة في جنس الأكل شبه المصريين، تقدر تطلع على الأقل 5 أوجه تشابه بينهم. واحد، الصمود. الفول اللي بيتسوى على نار هادية طول الليل علشان يحلو، شبه الظروف الصعبة اللي كل ما تعدي على أهل البلد ده تسوي فيهم حلاوتهم. 2، التكيف مع أي ظروف من غير ما يضيع شخصيته. طبق الفول اللي بيحافظ على نفسه مع الزيت الحار، الزيت الحلو، السمنة، زيت الزيتون، شبه المصري اللي عدى عليه الإنجليز والفرنسويين والأتراك والطلاينة وفضل زي ما هو المصري. 3، الرضا. حجم طبق العربية الثابت اللي عمر ما حد اشتكى منه ولا استقله، واللي بيخلي شوية الفول ينطقوا، واللي تلاقي حلاوتهم بيخسوا لو اتحطوا في طبق أكبر، هو نفس مقاسات الرضا عند المصريين. على قد اللي في إيديهم بتحلو الدنيا ويربكهم الرزق لو زاد عن حد. 4، البساطة والجاذبية. ألوان عربية الفول، الأحمر والأخضر، والكتابة اللي بخط الإيد، الشغل المعمول في بير السلم ويلمس قلبك، المشهد اللي بسطته بتجري ريقك، شبه جاذبية وشوش المصريين اللي مالية الشوارع. هي كاريزمة الشقة اللي تغلب كاريزمة بتوع السيما. 5، جماعي، يحب اللمة. الترابيزة المفروضة جنب العربية، كل ما كانت اللمة عليها أكبر كل ما كان طعم شوية الفول أحلى. العربية الزحمة هي اللي بتصحصح عصافير المعدة، تحلو اللقمة باللي جنبك، زي عيشة المصريين اللي متحلاش غير بلمة الفرح أو الجنازة أو حتى الخناقة. الفول زي المصري، شوية حظ ينطقوه تنطيقة على كيفك. كفاية إن الحظ يخليك توصل عند عربية الفول في نفس اللحظة اللي بيوصل فيها قفص العيش الطازة. الفول زي المصري، لو ما فهمتوش كويس هتظلمه ويمكن تصنفه غلط، زي ما في ناس كتير فاهمة الفول غلط وخلت تاريخه قايم على شراكة مع الطعمية. شراكة الطعمية كدابة، جواز صالونات، جواز الحب بتاع الفول مع البتنجان المخلل. الفول زي المصري، مطرح ما تحطه ينصفك ويسد معاك. لبتوع الدايت ينفع، شعبي، كلاس، مهروس، طبق، سندوتش متقطع عليه بيضة. الفول شبه المصري، حبيب الكل، ما تستغناش عنه. الأكلة الوحيدة اللي تاريخها مرتبط بتهديد، لو خلص الفول أنا مش مسؤول. عابر للأجيال، كبير عيلة، اللفت، البصل الأخضر، مية السلطة، الطحينة، الكمون. أهله اللي عارف قيمتهم وبيستخبى فيهم، أهله اللي يتيتموا من غيره. شوية فول في طبق ألمونيا على الصبح في شارع جانبي مستخبي، هي قصة الحب الوحيدة اللي بتتكرر كل يوم، ولا عمرك مليت منها ولا عمر مشاعرها بردت. قصة حب كلمة السر فيها التقشف، مأذونها 50 الشاي، وسرها في راديو صغير متعلق على جنب، مظبوط على إذاعة القرآن الكريم، وبحس متسوي على نار هادية. النقشبندي بيونس اللقمة وهو بيقول: أغيب وظل طائفي لا يغيب.